تصرف غريب وغير رياضي من المدرب بالماضي مع نجم منتخب الجزائر، واللي عجبني اكتر الصراحه هو رد فعل اللاعب في مباراه منتخب مصر والجزائر الوديه واللي انتهت 1-1. حصل موقف ما عجبش معظم جماهير كره القدم وبالاخص الشعب الجزائري. بالماضي مدرب منتخب الجزائر قام بمسك سعيد بالرحمه مهاجم منتخب الجزائر من قميصه في مشهد صادم، وده بعد استبداله في الشوط الثاني. تصرف مدرب ثعالب الصحراء ده جه ردا على ان اللاعب ما سلمش على مدربه وهو خارج من ملعب المباراه. سعيد بالرحمه كان محترم جدا في اللقطه دي وما عملش اي رد فعل على الاسلوب الخاطئ من جمال بالماضي. صراحه هو تصرف سيء من المدرب. فبرايك يا ابو الكباتن، لو كنت مكان بالرحمه كنت هتتصرف ازاي؟ اعظم هداف في تاريخ كره القدم كريستيانو رونالدو يواصل ارقامه الذهبيه. شغف الاسطوره كريستيانو رونالدو لا يتوقف. ايه يا جدعان اللاعب ده؟ والله تحسه في العشرينات من عمره ما شاء الله. قاد نجم منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي منتخب بلاده للفوز على البوسنه 5-0 في التصفيات المؤهله اليورو 2024. وصل رونالدو للهدف رقم 859 في مسيرته الكرويه بثنائيه ضد البوسنه. ارقام رونالدو تهديفيه في مسيرته حتى الان. في فترته مع ريال مدريد سجل 450 هدف، اما عن فترته مع مانشستر يونايتد فسجل 145 هدف، ومع منتخب البرتغال سجل 127 هدف، اما فترته مع يوفنتوس فسجل 101 هدف، ومع العالمي نادي النصر السعودي سجل 31 هدف، ومع سبورتنج لشبونه سجل 5 اهداف. فهل يا ابو الكباتن رونالدو قادر على الوصول لهدفه ال1000 في مسيرته الكرويه ولا هتبقى صعبه عليه؟